السلام عليكم مشاهدينا متتبعينا على أخبار اليوتيوب. نجيب لكم غي جديد توجور كيما العادة. اليوم جبنا لكم أخبار بمناسبة مباراة المنتخب الوطني الجزائري ضد نظيره السويدي. المباراة التي تدخل ضمن المباريات الودية التي تحسن أداء المنتخبات وتحسن الترتيب العام في الفيفا. وجبنا لكم أيضا أخبار عن القناة الناقلة ينقلوهم على قناة الأرضية كما المرة اللي فاتت قالك القناة السادسة ومن بعد نقلوه على الأرضية أيضا. يعني ماذا بكم ما تديروش على الأخبار هذه تاع اللي يقولك غي السادسة، واحد يقولك كانال، واحد منا الإنسان يتصفح. أنا كنت عادي، كنت قاعد ما كان والو، درت الأرضية كملت الأخبار، بدات المباراة ديريكتومون، تفرجت المباراة عادي تاع الجزائر مع مالي وعادي. وجبنا لكم ثاني اليوم أخبار على كأس العالم الافتتاح غدوة إن شاء الله لو 20، وإن شاء الله نشوفو دورة مليحة. راهم يقولوا بلي قناة الكأس كما قلنا لكم من قبل، قناة الكأس تاع قطر هي اللي راح دير المباريات، بالأخص مباريات المنتخبات العربية والإفريقية. وإحنا كنا نتمناو المنتخب الوطني الجزائري يكون متواجد، ولكن للأسف معليش. نتمناو التوفيق للمنتخبات العربية والإفريقية خاصة. المهم إحنا ماذا بينا نشوفو دورة مليحة، وهذه هي كرة القدم، اللي يلعب يبان ويكاليفي ويدي كيف يقولوا لو ميور كي غاني، يعني المنتخب اللي يكون مليح هو اللي راح يدي لاكوب. وهذه هي كرة القدم. احنا نتمناو كما قالك ما نشوفوش صوالح خارجين الإطار الرياضي، ان شاء الله نشوفو غير صوالح اللي ملاح ويشرفوا الكرة بصفة عامة والكرة العربية خاصة. هيا تهلاو في رواحكم. هيا.